ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم قناة إريتريا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا، الذي نتناول فيه القضايا الإريترية ذات الاهتمام الخاص بشعبنا الإريتري. حياكم الله، أجدد ترحيبا بكم وباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام: الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الأفريقي والداعية المعروف من داخل الاستوديو، وكذلك الأستاذ محمد موسى أبو ياسر، أحد مؤسسي منظمة كبيريه من خارج الاستوديو. مشاهدي الأكارم، لا يخفى على شريف علمكم ما يدور حول شعبنا الإريتري بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، من تشرد في مناطق مختلفة من إريتريا إلى السودان إلى اليمن إلى أثيوبيا ومناطق أخرى. حصل من ذلك أن اللاجئين قد أصيبوا منذ 5 عقود تقل أو تكثر بمحن كثيرة. وهذا الموضوع ليس بجديد عليكم، إنما الجديد كيف هي أوضاع الإريتريين مع فيروس كورونا أو فيروس 19 كوفيد كما يقولون، ومع الفيروس الجديد هذا الذي سوف نتناول ونناقش موضوعه مع إحدى المنظمات الإريترية العاملة في الساحة. فقبل أن ندخل ضمن هذه الجمعية الخيرية التي لها قدم سبق في هذا المجال، سنتناول عن عموم جهود المؤسسات الخيرية في مناطق المهاجرين أو في داخل إريتريا. نرحب بالدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا. موضوع المؤسسات والمنظمات الخيرية سبق أن تناولناهم من زاويات كثيرة، اليوم سنتناولهم من زاوية فيروس كورونا، وما هو يعني اجتمعت على الشعب الإريتري مع الأسف الشديد موضوع الهجرة، وبالإضافة أيضا إلى ما حصل من الحرب بين أثيوبيا وأثيوبيا، كان له أيضا أثر في انتقال كثير من المهاجرين إلى داخل إريتريا. نريد شيخنا الكريم أن نسلط الضوء على بعض الجهود من خلال علمكم واطلاعكم ومتابعتكم على ما تقدمه هذه المؤسسات من جهود حول هذا الأمر في وجود فيروس كورونا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت في مقدمة الكلام بأن مشكلة اللاجئين الإريتريين مشكلة طويلة وليست مشكلة يعني قريبة العهد، فهي الآن تقريبا تدخل في عقدها السادس.
وللأسف الشديد كان يفترض بعد حدوث الاستقلال والتحرير أن يعود كل لاجئ إريتري أو كل نازح في داخل الوطن الإريتري أن يعود إلى منشئه وإلى موطنه الأصلي وأن يعيش وضعه الطبيعي. ولكن هذه المسألة أيضا لم يتم فيها أي شيء، بالعكس يعني ازدادت ما عرف في مرحلة لاحقة بالهجرة العكسية. بدلا أن كان الناس يعودون بدلا أن يعودوا إلى الوطن، فبدأت هنالك هجرات من داخل الوطن أيضا بشكل آخر يعني، وخاصة بعد الحرب الأثيوبية الثانية، بعد الحرب الأثيوبية الإريترية في 98 2000 أدى من ذلك التاريخ بدأت أيضا تتوافد مجموعات هائلة جدا. وهذه المرة إذا كانت في المرات الأولى كان الأسر هي التي تهاجر، فإن المرحلة الثانية كان الشباب هم الذين يهاجرون، وبالتالي يحصل إفراغ حقيقة للوطن الإريتري من قدراته البشرية وهي الثروة الحقيقية لهذا الوطن الكريم. النقطة الثانية أيضا هذه الهجرات وهذا اللجوء ليس إلى اتجاه واحد حتى تستطيع مثلا أنت أن تركز على منطقة بعينها، فهنالك لجوء إلى السودان، هنالك لجوء إلى إثيوبيا، هنالك لجوء إلى جيبوتي، وهنالك لجوء إلى اليمن. وبالتالي أنت يعني كأنما كل الدول المجاورة لإريتريا سواء مجاورة مباشرة برا أو حتى ما وراء البحار، فهنالك من طالتها عملية الهجرة. وبالتالي وأنت تتحدث عن موضوع المنظمات الخيرية، لك أن تتصور هذه المساحة الشاسعة والكبيرة. مع التفاوت طبعا، هنالك تفاوت في الأعداد والأرقام، فالسودان يحتل المرتبة الأولى مثلا من حيث الأعداد، إثيوبيا المرتبة الثانية، ثم جيبوتي واليمن. من حيث الأعمال الخيرية بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تاريخ العمل الخيري في إريتريا له عموما الآن فترة طويلة يعني، مقارنة مع الطبيعة طبيعة الإريتريين المتقلبة ما بين ثورة ودولة ومشكلاتها. لكن الحمد لله ما قبل التحرير كانت هنالك منظمات وظلت تعمل هذه المنظمات أيضا بعد التحرير.
الاحتياجات الصحية والتعليمية والمعيشية وتغطي التطوير والتنمية. هذه ما أظن يعني يغطى. طيب يعني نشكركم على هذا التوضيح دكتور حسن. أخونا أبو ياسر متواجد معنا. أخونا أبو ياسر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أبو ياسر، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الله يسعدك يا رب، الحمد لله. نرحب بكم في قناة سلام إريتريا ونشكركم على قبول الدعوة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم أحد مؤسسي منظمة كبيري الخيرية التي تعمل في أوساط اللاجئين الإريتريين منذ عام 2015 يزيد أو ينقص. نريد نبذة تعريفية عن هذه المؤسسة ثم سندخل في عمق الموضوع، وهو ما يتعلق بفيروس كورونا وأوضاع إخواننا المسلمين وغير المسلمين من الإريتريين حول هذا البلاء العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أولا أحب أن أشكر شيخنا الحبيب الغالي الشيخ برهان، وكذلك الشيخ حسن، بارك الله فيكم. وأشكر المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذه القناة المباركة. ثم بعد ذلك يعني أنا صراحة سعيد جدا أن أكون بينكم اليوم في هذه القناة الطيبة المباركة التي تشارك في قضايا إريتريا. ثم بعد ذلك يعني طبعا شيخ برهان وحبيبنا الغالي، لأنه يعني يعزنا كثير، لذلك يرفعنا فوق مقامنا. يعني أسأل الله أن يرفع قدرك ويكتب لك الأجر إن شاء الله. آمين آمين. هنا بس إنه مؤسسة كبيرة هي تأسست في 2006 وأنا انضممت إليها 2015. لذلك أنا قلت الشيخ برهان يعني يرفعنا فوق مقامنا. هو يعتقد أو يحاول أن يحببنا أو في العمل الخيري هذا، جزاه الله خير. لكن أنا لم أكن مؤسسا، لكن انضممت إلى الجمعية 2015. الجمعية تأسست 2006 وهدفها كان أنه تساعد طبعا اللاجئين الإريتريين في أينما وجدوا، خصوصا يعني جيران إريتريا، يعني اللي هو زي ما ذكر الشيخ حسن السودان وإثيوبيا واليمن وجيبوتي. طبعا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الجمعية تحاول قدر الإمكان أن تساعد اللاجئين الإريتريين في شرق السودان، لكن كما ذكر الشيخ حسن بارك الله فيه، المسألة إنه العدد كبير جدا، وكما يقولون إنه الوضع يعني مأساوي ووضع صعب جدا، وليس كما يعني ليس من رأى كمن سمع. يعني أنك تسمع من بعيد وهذا شيء يعني قد يؤثر، ولكن ما يؤثر كما يؤثر عندما تكون من قريب وفي أرض الواقع. وجدنا اللاجئين الإريتريين الموجودين في شرق السودان خصوصا، وفي إثيوبيا وجيبوتي عموما، صراحة وضعهم أصعب ما يكون، وليس هو أقل من اللاجئين الموجودين في الدول الأخرى. فلذلك الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نعمل في مجال المساجد هناك في شرق السودان، وكذلك الأيتام، وأيضا في مجال الإغاثات العاجلة في رمضان وفي الأعياد وفي المساجد كذلك. فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني مؤخرا عدد 33 بطاطين، 33,000 بطاطين في السودان، ما شاء الله. في المعسكرات في كسر وفي الخرطوم. ما شاء الله. وكذلك الحمد لله وزعنا 300 كراسي متحركة، هذه للمعاقين الموجودين في كذلك في الخرطوم وفي كسلة وفي المعسكرات.
طيب أحسنتم شيخ أبو ياسر، الله يحفظكم تفضل. ويرعاكم. أنتم طبعا جمعيتكم مرخصة من المملكة المتحدة، أليس كذلك؟ نعم صحيح صحيح. وتعملون في هذه مناطق المهاجرين عبر جمعيات محلية أو أنتم لكم تصريح مباشر؟ نحن كان عندنا تصريح مباشر، لكن وجدنا انه الافضل انه نعمل مع جمعيات محليه، لانه الجمعيات المحليه هناك بتكون عندها يعني مكتب وموظفين، فهذه اسهل من انه يكون عندك انت يعني مكتب. ولا ما كان عندنا صعوبه، عندنا تصريح كان في كسلة او في السودان عموما، لكن وجدنا انه الاسهل والافضل انه يكون عندك هناك جمعيه وهي تسهل لك كل شيء يعني. طيب جميل. مصادر الدخل عندكم شيخ أبو ياسر، مدى تعاون الإريتريين ورجال الأعمال من الإريتريين والإريتريات وسيدات الأعمال، مدى تعاون الشعب الإريتري معكم سواء كان في داخل UK أو خارجها؟ نحن نريد أن نرى ونقف على تفاعل الشعب الإريتري مع إخوانه الإريتريين. والله يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، لكن الإريتريين فعلا لهم الخير ولهم الفضل الكبير صراحة في رفع مستوى جمعية كبيرة. أنا أتحدث يعني ما شاء الله. الحمد لله بفضل الله. أبشرك يا شيخنا، في عندنا مسجدين في السودان ومسجد في إثيوبيا، هذا تم بناؤه بمتبرعة أخت إريترية، يا سلام. وهي لا تريد أن يذكر اسمها، فهي فقط تقول يعني أدعو لي فقط يعني، شايف. جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. لذلك يعني فعلا الإريتريين هم الذين أسسوا يعني أنا أقول، أنا أتكلم مثلا باسم جمعية كبيرة. أنا من يوم ما انضميت إلى الجمعية ونحن سواء في لندن، سواء في مدينتنا في برمنغهام، مانشستر، مدن كثيرة هنا، نحن نروح نزورهم ونعرض لهم إنه في عندنا مشاريع، فهم أول المساهمين. بل نحن وجدنا إنه الشعب الإريتري بإمكانياته المتواضعة يعني ما شاء الله، يعني شعب يعني معطاء صراحة. ما شاء الله ما شاء الله. سمعت أنا خيرا يعني بالعكس، سمعت أنا خيرا وجزا الله. أي والله وجزا الله هذه الأخت، وأيضا نأمل من بقية الأخوات والأمهات أن يتصدقن ببراجرهن وذهابهن، فإن هذا هو الباقي عند الله سبحانه وتعالى. فالموت قادم ولا بد منه، فالذي حقيقة يقدم لنفسه ويقدم لقبره هو هذا الذي يقدمه لهذه الأعمال الطيبة. فأثلجت صدورنا بحقيقة بهذه الأخبار الطيبة أن الشعب الإريتري متعاطف معكم. طيب، ما حال إخواننا المسلمين حول ما يتعلق بفيروس كورونا، يعني في منطقة مناطق المهاجرين؟ والله شوف، يعني إذا كان حالهم في غير الكورونا يعني كما ذكرنا فهو سيء، فما بالك بوضع كورونا الآن، لأنه يعني هناك منقطع عنهم مسألة العلاج الآن. الناس بسبب الماديات لا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم. أذكر لك قصة شيخنا الحبيب، يعني في معسكر عبودة كنا هناك، فزرنا أحد الحالات اللي هي الحالات الخاصة، فوجدنا أنه الأم الوالدة يعني أسأل الله أن تكون يعني بصحتها وربنا أمد في عمرها. آمين. قلنا لها ما حاجتك يا والدتنا؟ طبعا بنتها هي التي تترجم، تقول يا أخي أمي تقول أنا أنتظر الموت فقط، أنا يئست لأنه نحن لا نستطيع أن نذهب إلى الخرطوم، العلاج طبعا في الغالب هو في الخرطوم، فهم لابد أن يحصلوا على تصريح ويذهبوا من معسكرات عبودة إلى كسلة، ثم من كسلة إلى الخرطوم. فهذه طبعا ساعة بالباص هم طبعا حيمشوا أو بالسيارة، فهذه ما تقارب من كسلة إلى الخرطوم يعني تقريبا 6 ساعات إلى 7 ساعات بالسيارة، وهذه حرمة كبيرة. يعني هي تقول أنه أنا لا نستطيع أن نوفر مصروف المواصلات، فما بالك بعد ذلك هناك في مصروف المستشفيات. يعني فأقصد هذا في الأوضاع العادية قبل الكورونا، فما بالك الآن بكورونا، فالوضع طبعا مأساوي ووضع سيء جدا.
فنسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء ويعني آمين آمين. طيب شيخنا أبو ياسر، موتانا وموتى المسلمين. شيخنا أبو ياسر، نسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب. طيب هل هناك إحصائيات لمرضى كورونا في مناطق المهاجرين سواء في أثيوبيا، السودان، جيبوتي، يمن؟ هل هناك إحصائيات لشعبنا؟ والله ما استطيع ان اقول لك صراحه انه في يعني لم تاتينا اخبار باحصائيات المصابين بكورونا، لكن بفضل الله يعني احنا اللي جانا الخبر انه اقل مما انه في اوروبا صراحه. يعني حالات الكورونا هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، انه كان يقول انه هي اقل من هنا من اوروبا عموما. الحمد لله، شكر الله لكم. ابقوا معنا شيخ ابو ياسر، بعدين انتم مقامكم رفيع يا اخي، بلاش تواضع يعني. الله ما شاء الله، الله يحفظكم. الله يسعدكم في الدارين ان شاء الله. حياكم الله ابو ياسر. دكتور حسن، الله يحييك. من باب المنظور الشرعي حول مساعدة اخواننا الاريتريين المسلمين وغير المسلمين، طبعا النصوص تضافرت في هذا، والاحاديث من الايات والاحاديث واقوال السلف وغيرها ومن النماذج الكثيرة. وكما سمعنا من أخونا أبو ياسر أن الشعب الإريتري ذا عاطفة دينية وشعب كريم وينفق، وهذه يعني إحدى الأخوات ما شاء الله تبني مسجدين على حسابها الخاص. وهناك أيضا حقيقة يعني من رجال الأعمال، يحدثني أحد رجال الأعمال يقول كنا نريد أن نشتري سيارة شاحنة ماء لإحدى المساجد، فيقول جمعت مجموعة من تجار الأعمال أو رجال الأعمال من التجار الإريتريين في بيتي ودعوتهم لشراء هذه السيارة. يقول أحد التجار رمى لي شيك وقال لي اكتب فيه ما شئت. هذا رجل تاجر إريتري رمى هذا الشيك بين هذا الرجل الأعمال وقال له إذا كان هذا العمل لوجه الله ولأجل بيوت الله خذ ما شئت وهذا الشيك بين يديك. هذه النماذج الجميلة الرائعة من الشعب الإريتري حقيقة تجلس الصدر. نريد شيخنا الكريم أن تحثوا شعبنا الإريتري وتذكرونهم بالصدقة والنفقة، وخصوصا خصوصا لمثل هؤلاء اللاجئين. وما درجة ذلك في الحكم؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب؟ هل إنما المؤمنون إخوة، إنما تنصرون بضعفائكم، ولا يخفى عليكم على شريف علمكم مثل هذا. الميكروفون بين يديكم. بارك الله فيك. بس من باب الإضافة فيما يتعلق بموضوع كورونا وتداعيات هذا المرض، كما تفضل الأخ فيما يتعلق بالأعداد، جميل. هي قد ما تكون كبيرة، نفس الإحصائيات الموجودة في السودان في أثيوبيا بشكل عام. من رحمة الله على هذه الشعوب أنها قليلة الانتشار وفي نفس الوقت سبحان الله ضعيفة التأثير. يعني وهي حسب ما يقال يعني هي تقريبا نفس كورونا أصناف، فالصنف يقال الذي جاء إلى هذه المنطقة عموما الحمد لله، وهذا من لطف الله سبحانه. لكن دعنا ننظر إلى الجانب الآخر من الأمور. هي صحيح الكورونا ككورونا كمرض يطال الجميع قد يكون قليل، لكن إجراءات كورونا التي تتخذها هذه الدول ليست بسيطة. فتتخذ إجراءات الحجر وإجراءات المنع من الحركة والمنع من التواصل بين المناطق، وهذا تصور إذا كان المواطنين الأصليين يتضرروا فكيف باللاجئ، يعني اللي هو فعلا تأثيرها سيكون عليه كبير جدا. تقصد ماديا ما يستطيع أنه يقتات لنفسه. نعم، يعني أنت محبوس خلاص لا تستطيع يعني. وأحيانا الحكومات تتخذ إجراءات وما في تبعات لهذه الإجراءات. هذه حتى المواطنين يشكوا منها. يعني أنت يحبسوك في بيتك شهر وما سائلين عن أكلك ولا شربك. ماذا تأكل؟ لا نعم. صحيح. حتى بعض الناس كانوا يقولون يا أخي دعونا نموت أصلا ما دام الموت بالجوع والموت بكورونا، خلنا نضرب في الأرض وخلاص يعني. فهذا على كل يعني هذه تجعلنا ندخل إلى المسألة يعني كلام جميل، إضافة جميلة. إذا كان في الوضع الطبيعي كان في الوضع الطبيعي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإنفاق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين والمقطوعين في الطريق. أمرنا الله وجوبا أن هؤلاء يعطون من الزكاة وتسد حاجتهم. نعم. فكيف في الطوارئ كيف في النكبات والأزمات الكبيرة. يا سلام. هذه حقيقة يعني هي أول
في عمومها تدخل في الوجوب، نعم. ولكن في قضية الوجوب تنتقل من ما بين الواجب الكفائي والواجب العيني بحسب الأحوال، لكن هي ليست مستحبة، هي في هذه المرحلة التي نحن فيها درجتها الوجوب، ما شاء الله. إما وجوبا عينيا إذا كان والله أنت أمامك هنالك محتاج وعندك القدرة أن تعطيه وليس هنالك من يعطيه غيرك فقد تعين عليك، وإما أن والله إذا قام بهذه المسألة البعض تسقط المسألة عن باقين وقد تطال، يعني المسألة في الناس تطال عموم المسلمين إذا فرطوا في هؤلاء المرضى أو فرطوا في هؤلاء المساكين هؤلاء المحتاجين اللي هم في النهاية محبوسين بين جدران محددة في معسكرات لا يستطيعون الحركة منها. ويمكن نحن في الحلقة الماضية ذكرنا عدد من النصوص في هذا الموضوع، كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفق الأموال ونحن نحبها. يعني الإنسان لا يعطي فقط من الأشياء، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أعطي مما تحب، أعطي مما تحب أن يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى يعبر عنك ويرفع درجتك وتكون مقربا من الله سبحانه وتعالى. فصراحة في هذه الفترات التي نحن فيها فترات الجوائح الكبيرة يتعين على الناس أن يتشاركوا فيما بينهم وأن يتواصوا فيما بينهم بأن يعني يطعمون الجائع فيهم، وهذه إن شاء الله من الأشياء التي ترفع البلاء وتقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد أن المهاجرين الآن تحديدا من أكثر الفترات اللي هم محتاجين فيها، سواء في أثيوبيا سواء في السودان، وخصوصا اللي في أثيوبيا ربما الآن مشكلتهم أكبر لأنه حاصل لهم الآن مع الكورونا ومع الهجرة واللجوء حاصل لهم قضية الحروب، بل إلى الآن بعضهم لا يعرف مصيره. يعني بعض المناطق الآن تتكلم المنظمات الأممية عن أن هنالك جرائم كبيرة مرتكبة في حق هؤلاء اللاجئين لأنه ما معروفين، والله أعداد كبيرة مثلا 20,000 شخص وفجأة يختفي معسكر ولا يعرف له أثر. فهذه إشكالية على كل الآن مطروحة في المخيمات يعني. لكن نحن الآن نحث إخواننا وحقيقة من باب أيضا التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، المقتدرين من الإريتريين تاريخيا عرفوا بأنهم أصلا ما يحتاجوا إلى أن يحرضوا، يعني هم الذين كانوا يبنون المساجد وهم الذين يقيمون الخلاء القرآنية وهم الذين وتعرف حتى كان كيف أن الأسر الأريترية كان مثلا إذا في معهد أو مدرسة قرآنية في منطقة معينة يتوزعون الأبناء فيما بينهم ويطعمونه ويسقونه، وهم تجدهم مثلا جاءوا من أقاليم مختلفة. فالأريتريين عرفوا عموما بهذا الموضوع، عرفوا بهذا التكاتف والتراحم والتواصل فيما بينهم، ولكن نحن الآن محتاجين بشكل أكبر إن شاء الله هذه الأمور تجعلنا أكثر قربا من المحتاجين وأكثر قربا طيب من دكتور حسن، برأيك الآن نحن حينما نتحدث عن كرم الشعب الإريتري وأنه شعب منفق، وكذلك حينما نتكلم عن إمكانيات هذا الشعب سواء يعني الإريتريين المقيمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الخليج أو المقيمين في مناطق السودان، إمكانياتهم تتفاوت تتفاوت من بعضهم لبعض، ولكن في العموم في أيديهم إمكانيات حقيقة. طيب برأيك يا دكتور حسن، لو تفاعل هذا الشعب مع إخوانه المهاجرين ألا يمكن أن يقضوا على مسألة فقر المهاجرين واحتياجاتهم؟ والله شوف، هو إذا كان حصل التكاتف وحصل التلاحم وخرج البعض من دوائر السلبية، ما هو في نوع من الناس عنده الأموال لكنه لا يبالي بالآخرين، ولو يلتفت فقط إلى الدائرة دائرة القريبة منهم، بس هذا يكون في غفلة. هذه إشكالية كبيرة وموجود للأسف الشديد، موجود كثير من الناس ينظر إلى الأمور هذه بأنه والله تقوم بها منظمات خيرية. طيب من الذي سيدعم المنظمات الخيرية؟ صحيح. ولماذا أنت فقط تنظر إلى أنه والله عمل الخيري مرتبط بالخليجيين أو مرتبط بالأوروبيين؟ ليش ما تنظر إلى أنه والله أنت كشخص إريتري مكلف أول شيء مطالب بها أنت قبل الأوروبي، صحيح. ومطالب به أنت أن تعطيه قبل أن يعطيه الخليجي. فقضية أولا النظرة عموما، نظرة هذه إشكالية كبيرة جدا، كيف نغيرها نحن من ناحية ثقافية؟ إنه والله المحتاج في كل بلد أولى به أهل البلد. نعم. يعني زكاتنا يأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صحيح. وبالتالي قضية إنه نحن ترتبط عندنا مسألة العمل الخيري والمؤسسات الخيرية بأنها تجلب من غير الأريتريين، هذه أول يجب أن نأخذها. ويمكن جزاك الله خير يعني في الآونة الأخيرة أنت متبني هذا الخط بشكل قوي، إنه أعمالنا يجب أن نقوم عليها بأنفسنا. نعم الحمد لله. وكما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فكلما تقوم الأعمال بالمقتنعين بها
وبأهل المصلحة فيها كما يقولون أهل البلد نفسه، كلما كانت مستمرة ودائمة وبعيدة عن التأثيرات الخارجية وبعيدة عن أي مشكلات. فنحن أولا يجب أن نشجع أبناء شعبنا من مختلف الاتجاهات بأنه ضروري هذه المؤسسات التي نتكلم عنها أن يلتفتوا إليها. جميل، أنا أعرف حقيقة كثير من الإخوة قائمين فعلا على أسر، قائم على أسر، قائم على في مدن سودانية، في إثيوبية، في يمن، قائمين على أسرهم، وهذه بلا شك من نعم الله. لكن نقول لهم أيضا التفتوا ولو ب1% ب2% مما لديكم إلى معسكرات اللاجئين. يعني ما تنظر فقط إلى ناسك اللي حولك القريبين منك، لا، انظر إلى المناطق المحتاجة والفقراء والمحتاجين، لأن هؤلاء في نهاية المطاف مسؤولين منهم نحن مسؤولية دينية ومسؤولية إنسانية، مسؤولية أخلاقية ومسؤولية وطنية، بأن هؤلاء يقع علينا العبء في أنه نحن لابد أن نلتفت إليه. فأنا أتصور لو حصل هذا التكاتف ونظر كل واحد منا إلى أن والله لابد أن يعطي للعمل الخيري مساحة، نعم، أنا أتصور لا نحتاج إلى غيرنا. الله أكبر. لا نحتاج إلى غيرها. وأنا كذلك الأعداد الموجودة صحيح. في السعودية، الأعداد الموجودة في أوروبا، في نعم. أستراليا، يعني القفزات اللي بتقوم كده أحيانا، أنا في جروبات حقيقة عديدة قفزة بتقوم أحيانا يخرجوا مبلغ ما شاء الله وتبارك الله، فأقول يا أخي لما تكون قفزات بين فترة وأخرى؟ يعني دعه عملا دائما مستمرا. صحيح. يعني نحن مثلا لما ندرس في النهضة الألمانية يقال أنها قامت على 2 ساعة من التطوع يوميا، كل مواطن ألماني لابد أن يتطوع 2 ساعة لبناء ألمانيا. الله. انتهضت ألمانيا في فترة وجيزة جدا. الله. لماذا؟ الآن كل مواطن فيها يعطي 2 ساعة. أنا الآن مثلا أقول والله دع كل واحد منا، في فترة من الفترات واحد من الإخوة كان يقول يا أخي والله $1 شهريا مثلا، كل الإخوة اللي موجودين لو افترضنا أنه والله يا أخي أنا عندي مثلا 200,000 شخص خارج مثلا، لو افترضنا كل واحد شهريا بالتزام يدفع مثلا يدفع $، أنت أمام $200,000 شهريا تذهب إلى منفعة المهاجرين. جميل. طيب ما المانع؟ نحن اليوم نمتلك جمعيات مباركة كجمعية كبيرة، نعم. وجمعية إيثار، نعم. وكافل والإحسان والتيسير وغيرها من الجمعيات. صحيح. التي نذكرها ها هنا والتي يعرفها الله ولا نعرفها نحن. يعني حقيقة في هناك أمانة، في هناك جهد وملموس ونحن واقفين عليه. طيب الشعب الإريتري عنده مال، في مال، نعم. في إمكانيات، ما المانع أن يكون ما ذكرته الآن دكتور حسن؟ والله أول العامل الأول شح النفوس، نسأل الله العافية. إذا وجد شح النفوس هذه إشكالية. العامل الثاني عامل ثقافي، وأنا اللي ذكرته قبل شوية، عندنا إشكالية إنه والله الأعمال الخيرية تأتينا من برا، لا نحن ما عندنا معها، هذه إشكالية. العامل الثالث أيضا نحتاج إلى مظلة تنسيقية للمنظمات، هذه أيضا أحيانا، نعم. وهذه من خلال تجربتي أيضا لاحظت بأنه والله أحيانا تجد أن 5 6 منظمات تصف في بوتقة واحدة. فنحن أيضا محتاجين إلى المجال التنسيقي ليكون هنالك مثلا ما يدفع من الناس، كيف نستطيع أن نوجهه ونرشده لمجال الحاجة ويشجع الناس حقيقة. يعني هذا صحيح. الموضوع يشجع الناس. أنا أذكر كان للأستاذ الكبير عثمان رمضان، نعم، جهود في جمع حقيقة المنظمات الإنسانية التي تعمل في اللاجئين الإريتريين، نعم، أو تعمل عموم في توجيه العموم الإريتريين، نعم. فكان لو وجوده كنت أتمنى حقيقة أن يعني نتواصل مع فضيلته وأستاذه، نقدم له التحية العطرة لعله يسمعنا الآن، كان له جهود في هذا، جزاه الله خيرا. نعم. والله يا أخي أنا أثمن أثني كلامك في أن الأخ عثمان كان جهوده مباركة وجمعت حقيقة بين أطياف متنوعة ومتعددة، وظل المنبر لفترة طويلة جدا. وكان من إيجابيات هذا المنبر أن الناس والله لما يأتي شيء من الخارج مثلا لأي جهة من الجهات، يحصل توزيع جغرافي ويحصل توزيع وظيفي، إنه والله مثلا المنطقة الفلانية تذهب إليه الجمعية الفلانية، المنطقة وهكذا، حتى لا يحصل تكدس في منطقة واحدة، ونستطيع أن نشمل بهذا الموضوع. لكن الأكثر من ذلك نحن محتاجين إلى أننا نرفع مستوى الوعي، ونرفع كذلك من خلال المعلومات. وأعمل إن شاء الله هذا المنبر الإعلامي أن يكون واحدة من المنصات الكبيرة التي تجعل الإريتريين يقومون بواجباتهم المختلفة. يعني دعونا والله نخرج من دائرة ما فعلوا لنا، لا نفعل لأنفسنا. يعني ما تعول على نظام، لا تعول على جهات خارجية، لا. صحيح. أنت عندك مال، يجب والله فيما لديك انظر إلى ما الذي يمكن أن فاتقوا الله ما استطعت. اتقوا الله ما استطاع، والله سبحانه وتعالى يبارك في الجهود. طيب يعني دكتور حسن، سنعود إليك لنتحدث ما إذا لو نحن كنا مجتمعين متكاتفين متعاونين، أنفقنا أموالنا في شعبنا الإريتري وتصدقنا، فما بركة ذلك علينا؟ سنعود إليكم.
ابو ياسر سلام الله عليك، انت معانا ولا مشيت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم، الله يحفظك. حياك الله. كيف لك ان تمشي وتتركنا؟ الله يحييك. الله يحفظك. لا أبدا أبدا. الله يحييك ابو ياسر. حقيقة الحديث عن جمعيتكم المباركة ذو شجون وما قدمتموه من أعمال مختلفة، نسأل الله تعالى أن يجزيكم على ذلك ويأجركم، وأبشروا بالخير، أنتم على خير وفي خير عظيم. إن من نعم الله سبحانه وتعالى أن يستعمل العبد في خدمة عباده. نعم، وفي الأثر إن الله إذا أحب عبدا أوكل حوائج عباده إليه، فهي حقيقة تعود عليكم وعلى أنفسكم وأبنائكم بالخير والبركة. طيب، أنتم الآن تلاحظون أن مجموعة كبيرة أو مجموعة لا بأس بها من المؤسسات والمنظمات الإنسانية تعمل في المجال الإريتري. أنتم في وجهة نظركم وفي وجهة جمعيتكم المباركة، ما الذي أهم يحتاجه إليه الشعب الإريتري في هذه الفترة، وما هي الآليات التي أنتم تقومون بها لتفعيل هذه المبادرة؟ أولا أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبارك الله فيك للمقدمة هذه. طبعا كما ذكرنا في البدء، هي مشكلة الشعب الإريتري الموجود في المعسكرات احتياجاته كثيرة، فهذا يحتاج إلى علاج صحي، وذاك يحتاج إلى الغذاء، وهذا يحتاج إلى مأوى. لأنه يعني سبحان الله، عندما أخذنا بعض الإخوة الآسيويين من هنا إلى معسكرات اللاجئين في ود شريفي وعبودة، نحن أكثر ما نذهب طبعا نذهب إلى هذه المعسكرين يعني العبودة شقراب وود شريفي. فالإخوة سبحان الله كانوا يقولون نحن ذهبنا إلى معسكرات كثيرة ودول كثيرة، ولكن أول مرة يعني نرى مثل هذا المعسكر. يعني هذا لا يسمى أصلا معسكر، يعني أكرمكم الله، يعني المكان الذي يعيش فيه والله حتى الحيوانات لا تعيش فيه. الله يعني المستعان. طريقة المعسكر الذي يذكر يعني سيء جدا، يعني لا في البرد يعني يدفيهم، ولا في الحر يعني يكون لهم ما استطيع سبحان الله، احيانا اللي قد يعجز اللسان عن الوصف الوضع اللي هناك. لذلك طبعا هم كما قلت لك في ذاك الحاجه الى العلاج والادويه، وفي هناك يعني مجموعه اخرى تحتاج الى الغذاء، لانه لو ما في غذاء معناها ايش؟ الجسم يضعف ويبدا فيه المرض يعني. وذاك يحتاج الى مياه نظيفه، لانه المياه هناك عندهم في بعض المناطق حتى يشربوا المياه يذهبوا الى مسافات يعني من غير مبالغه 2 كيلو مشي على الاقدام، والمياه تختلف، هناك في منطقه للشرب وهناك منطقه حتى يستخدموها لاستخدام اخر. فلذلك شيخنا الحبيب عشان يعني نقول انه ما هي الحاجه الماسه، يعني انا في نظري قد تكون صعبه جدا. وهناك كذلك الجهل، يعني مجموعه من الشباب ما يجدون يعني حتى يعني مدارس حتى يتعلموا اللي هي التعليم البسيط، ففي الاميه هناك. فلذلك انا في نظري شيخنا صعب جدا، كل الاحتياجات هم هناك يحتاجوها في تلك المعسكرات. وللاسف طبعا هم ياتوا من اريتريا من اجل انهم هم الى يعني معيشه افضل، لكن يجدوا نفسهم انهم لا يستطيعوا ان يعودوا كما قال الشيخ حسن، ما يستطيعوا ان يعودوا الى اريتريا ولا ان يخرجوا من المعسكرات هناك. طيب، هل العدد يزيد ام ينقص؟ هل العدد يزيد ام ينقص؟ يا شيخنا كل ما له يزيد، لا بالعكس يزيد والله. الله المستعان. الله المستعان. يعني يزيد وبشكل يعني ما متوقع يعني. فلذلك يعني حتى طريقة المجيء لما تسمع انه الاخوة يعني والله احد الاخوة السودانيين الثقات يعني يعمل يعني معنا هناك في السودان، يقول لي يا اخي انه للاسف الشديد انه الحكومة الاريترية للاسف الشديد يعني توظف لهم او انه يعني تضع لهم حيوانات مفترسة
في الحدود حتى يعني حتى ايش؟ حتى يفترسوهم. هذا من اخذ ثقات يعني. قال والله راينا يعني، لانه في طبعا بعض الشباب والشابات يعني ياتون سيرا على الاقدام نصف الوقت، نصف المسافه يعني بالسيارات، والنصف الاخر يعني المتبقي بالاقدام. فاذا ما يعني ذهبوا هناك بالاقدام جاءت الحيوانات المفترسه فافترست هؤلاء الشباب. فلذلك يعني الناس اللي ينجو من هناك يعني قليل، او مثلا في مجموعه من الناس سبحان الله يعني ما يعرفوا مصيرهم هناك يعني. الله المستعان. فالوضع يعني يوميا ما استطيع ان اعطيك احصائيه مثلا يوميا كم هم، حتى يعني لا يعني حتى اكون صادق مع نفسي ومع الجمهور، لكن في يوميا اعداد بتاتي الى المعسكرات اللاجئين هناك في السودان. طيب هذه الأعداد هل لكم برنامج في استقبالهم، في تسكينهم، في احتوائهم حتى لا تتخطفهم الأفكار الهدامة أو يقعون فريسة لبعض الجهات، أو ربما يعني تتخطفهم الشهوات والشبهات؟ هل لديكم في هذا مجال يا شيخنا أبو ياسر؟ والله شيخنا طبعا هو يعني اول ما يصل هناك في نظام لابد انه يعني الحكومه السودانيه هي اللي بتتبعه، يعني في بتاع يعني اللي هم حقه اليونايتد نيشن، في الدوائر الحكوميه اللي هي يعني مسؤوله عن هؤلاء اللاجئين. فلذلك نحن كل ما نستطيع ان نعمله فقط هو انه ايش؟ اذا مساعداتهم بالمواد الغذائيه، إذا كان في علاج يعني كما ذكرت لكم في الحلقة الماضية إنه مثلا العلاج الصحي اللي هو سواء كان في العيون أو الأدوية. أما مسألة تسكينهم فهذه يعني لا نستطيع أن نتدخل فيها، يعني صعب جدا لأنه الحكومة السودانية هي اللي تعمل في هذا المجال يعني. لا طيب حتى لو كان في مجالات يعني الأمر يعتبر حكومي، هل الحكومة السودانية فعلا توفر لهم المأوى والسكن؟ هل في إمكانيات في هذا؟ والله كما ذكرت لك هو المأوى والسكن التي توفر لهم هو يعني مأوى حق اللاجئين، وهو يعني عبارة عن بيوت من طين، والبعض منها ممكن من أعشاب. فهذه هي المتوفرة هناك، لأنه العدد يعني يمكن يكون فوق طاقة الحكومة السعودية أو تكاثر عليها وأصبح يعني غير منقطع يعني. تقصد الحكومة السودانية؟ خلاص. طيب أبو ياسر، حبيبنا أبو ياسر، هل ثمة مشاريع نوعية لتسكين مثل هؤلاء اللاجئين؟ يعني أنت ذكرت أنك زرت ود شريفي وعبودة وشجراب وغيرها، وكلها تقريبا بيوت مبنية من الطين وسعف النخيل وجذوع النخل ومن القش وما إلى ذلك. طيب هل هناك لو تم مثلا مشاريع نوعية لبناء مساكن، يعني أنا رأيت في بعض المناطق السورية أن حصلوا على أراضي واسعة وسمحوا لهم البناء الحديث يعني، ولكنها بناء ذات مستوى بسيط، غرفة وصالة ودورة مياه أكرمكم الله، وبهذا استطاعوا أن يغطوا أعدادا لا بأس بها من 2000 إلى 3000 تبنتها مؤسسات تركيا وغيرها. هل مثل هذا ممكن أن يكون في داخل معسكرات الإريتريين أو لا؟ نحن صراحة سألنا، لكن الإجراءات ليست بذاك السهولة. يعني أنا أتوقع أنه مثلا زي ما قلت في سوريا في حدود تركيا، هذه حتى في أظن في جيبوتي كذلك، يعني في مخيمات للاجئين اليمنيين يعني ما شاء الله تبارك الله. لكن في السودان وجدناها انه في صعوبه في اتخاذ الاجراءات، حتى يعني مثلا انك تاخذ مركز كمسجد وكذا يعني ما في اشكال، لكن انك تبني سكن، لانه هذول يعتبروا يعني لاجئين والمفروض انه وقتهم محدود، فهمتني؟ انه هم المفترض انه هم فتره ويعني كيف وقتهم محدود الان؟ قرابه 50 سنه او تعدينا ال50 سنه. يعني لا نضحك على الشعوب. الآن تعدينا 50 سنة وقتهم منذ 50 سنة وقتهم محدود، مش معقول يا جماعة. طيب على كل حال أبو ياسر، الحديث معكم ذو شجون، أو سكن على نهاية الحلقة.
لك 30 ثانية رسالة تقدمها للشعب الإريتري. تفضل. طيب أنا أولا يعني في البدء أشكر الشعب الإريتري أينما وجد بكرمه ومعطائه، وأتمنى من الشعب الإريتري أينما وجد أن يكون له الأمن والأمان والسلامة بإذن الله تعالى، وأتمنى أن يساعد كما قال شيخنا حسن ولو بدولار واحد في الشهر. هذا له أثر كبير في المجتمع المسكين الذي ينتظر الكثير من شعبنا الإريتري المسلم. شكراً. ومن الشعوب الإسلامية الأخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. شكرا أخونا أبو ياسر. دكتور حسن، الله يسعدك. أعيد عليكم السؤال مرة أخرى. فيما لو هدى الله الشعب الإريتري واتحد وأنفق ماله على فقرائه واجتهد في هذا، فما الذي له من الله سبحانه وتعالى؟ بارك الله فيك. أولا أضيف بسيط لموضوع الأعداد. حقيقة خلال السنوات الماضية حسب علمي كانت تتجاوز ما بين 50 إلى 150 كحد أعلى ترى شخص يوميا. من 50 شخص إلى يعني لو ما جاء أي بسيط خالص 50 شخص يوميا كان في مخيمات. مش معقول 50 يوم. أيوة نعم. طبعا ولو حدثتك عن أنه مثلا الضحايا اللي كانوا خلال السنوات الماضية اللي في البحر ما بين 6 إلى 7 ألف شخص يعني، فأنت فعلا أمام أرقام مش بسيطة يعني. وهو في ملفات حقيقة مسكوت عنها ونتمنى إن شاء الله أن تفتح من خلال الشبكة هنا، وهو ملفات المخاطر التي تحصل لهؤلاء بدءا من الخروج كما ذكر، ما يمارسه الضباط الفاسدون، ما تمارسه عصابات الاتجار بالبشر، ما يحصل من اختطاف البنات، ما يحصل من إرغام الأهالي في أنه والله يدفعوا ملايين. أنا أعرف أسر باعت بيوتها في سبيل أن تنقذ مثلا فتاة. فإشكالات حقيقة كبيرة جدا ويتطلب فعلا مع إشارتنا حقيقة في الآونة الأخيرة يعني تشكر الحكومة السودانية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، دخلوا على كل في محاولة جهود لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، وحاولت على كل أن تقل بعض الشيء، لكن إلى الآن كظاهرة موجودة. فال50 أو ال150 نتكلم عنهم هم يصلوا إلى الحدود السودانية سالمين، يصل إلى منطقة الشقراب، وربما نصف هذا العدد قد يكون حصل له ما حصل. أي إشكالات طبعا كبيرة. اللي يصل حقيقة بعد تستقبله كما ذكر الشيخ موضوع الأمم المتحدة، وهنالك مشكلة في قضية البناء والأشياء دي على كل نتمنى أنه تعالج، لكن الأعداد بهذا الشكل حقيقة لو تم التوافق وتم أن الله سبحانه وتعالى شرح صدور الناس وجعلوا على الأقل قضية مركزية واحدة وهو الاتفاق على العمل الصالح. يا سلام. دعك نختلف في السياسة، اختلف في السياسة ما شئت، اختلف في الأحزاب ما شئت، لكن ليس هنالك من يختلف في أنه والله الجائع يطعم، اليتيم يربى، الجاهل يعلم، المريض يعني يعالج دون تفريق. يعني هذه ليست قضية محل خلاف، ولا يجب حتى ونحن نتحرك فيها أن نتحرك فيها هذه التصنيفات مسلمين أو غير مسلمين. لا، كل الشعب الأريتري في تقديري محتاج إلى، ومن هنا أنا حقيقة أشيد أيضا من إخواننا المسيحيين الذين شاركوا خلال الفترة الماضية بأعمال مقدرة جدا في موضوع كورونا. هنا طبعا لا بد أن يكون التضافر بهذا الشكل. فنحن مطالبين في أنه والله نجعل القضية الإنسانية، يعني أنت عندما تنقذ إنسان وهذا الإنسان يتعلم وهذا الإنسان يتعافى وهذا الإنسان يساهم في تنمية المجتمع، أنت ارتقيت بالمجتمع إلى مرتبة متقدمة. وبالتالي هذا يعد أول من جانب إنساني بحت، أنك تكون فيه إن شاء الله مجزيا عند الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. هل هذا له أثر أن تعود بلادنا مرة أخرى إلى الأمن والأمان والاستقرار؟ بلا شك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يعني إذا علم الله في قلوب العباد الخير للناس، حب الخير، حب الصلاح، حب الإنصاف، حب السلام، حب يعني مساعدة الفقراء المساكين، حب التنمية والاستخلاف في البشر، حب أن الناس والله يعني يعيشون متجاورين متحاببين ليعبد الله سبحانه وتعالى الناس. يعني في نهاية المطاف أن كل ذلك كما قال، يعني هي قضية كبيرة يا شيخ حسن. ما في إذا نحن قمنا بالأعمال الخيرية لدعم شعبنا الإريتري المتضرر، في المقابل الجائزة أن يرزقنا الله الأمن والاستقرار والسلام، نعم. ويبعد عنا الظالمين ويولي علينا الصالحين،
فهذه حقيقة قضية صحيح. كبيرة يا شيخ صحيح. حسن، كيف نغفل عنها؟ هو المشكلة للأسف الشديد أحيانا لما يغفل الناس عن معاني الخير، معاني الإيمان، معاني الصلاح، طيب. وينجرفوا تحت أهوائهم التي يظنون أنها فيها الخلاص. هذه إشكالية كبيرة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك والله الخلاص من هنا، الهدايات من هنا، الطريق من هنا، وأنت تقول لا والله قضية طريق الله سبحانه وتعالى وصراطه المستقيم أنا لا أريد طرق أخرى لا تصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله شمله، ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله شمله. فكيف تستطيع أنت أن تجعل الآخرة أكبر؟ وهنا لما نتكلم نحن طبعا قضية الآخرة، بعض الناس يظنوننا بأن والله لن نعيش الدنيا. نحن نريد أن نقول للناس عيشوا دنياكم وعيشوا آخرتكم. الله سبحانه لما قال لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة، فجعل قضية التفكر هي في محورين، محور الدنيا ومحور الآخرة. صلى الله إليكم دكتور حسن. الله يكرمك. مشاهدي الأكارم، أوشكنا أو انتهى الوقت بنا، وثمة نقاط وأمور حقيقة جديرة بالنقاش، ولكن أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ حسن سلمان، كما أشكر أخونا وحبيبنا الأستاذ أبو ياسر محمد موسى، وأتقدم أيضا بالشكر الجزيل لجمعية كبيري، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد. كما أرجو من مشاهدي الأكارم أن تتابعوا مثل هذه القضايا في هذه القناة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها قناة مباركة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجتمع إن شاء الله في الأسبوع القادم وأنتم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من